بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الليفت. عملنا مع بعض الزيتون، هنعمل الليفت بقى المره دي. بصي يا ستي، انا جايبه لكم طبعا هنعمل من اول من الالف الى الياء. بصي يا ستي، احنا بنجيب الليفت كده هننضفه مع بعض، نقطع الحته اللي فوق دي. لما تيجي تنقي اللفتايه تمسكيها كده، اللي تلاقيها تقيله تاخديها، وتنقي الصغيره ما تنقيش الكبيره. ليه بقى؟ لان الخفيفه بتبقى عامله ايه، شيخه من جوه، لكن التقيله بتبقى ايه، دي كويسه مش شيخه من جوه. ماشي. ولما تكون شيخه يا جماعه طبعا لما تيجي تعملي الليفت بيتهري من جوه، بيبقى طعمه مش حلو، فاهمه؟ هنقطع طبعا، انا بقول للبنات اللي هم مبتدئين يا جماعه، هنقطع طبعا الحته اللي فوق دي، ونقطع الحته اللي هي من دي كده. احنا لسه طبعا لسه هنغسله، بس انا بنضفه الاول قبل ايه ما نغسله. هنقطع بس الحته اللي ايه، اللي هي مش كويسه دي. في ناس بتخلي العروق، انا ما بحبش صراحه العروق. هنقص دي كده ماشي، ونحط كده. هنمسك برضه بص ان ايه عامل ازاي، ما شاء الله. اوعي تيجي جنب الحته دي، لان دي كده تعمل لك الميه اللي ايه، اللي هي الميه اللي البرتقاني، اللي هي البنفسجي قصدي. برضه هنقطع برضه كده، وهنعين برضه دي كده. لو انت عايزه تخلي العصيان دي خليها ماشي، انا ما بحبهاش، بس ايه محدش بياكلها. وهنحط برضه كده. طبعا لسه هنغسله، بس انا بوريكم بقى ايه طريقه التنظيف للبنات المبتدئين. وفي ناس طبعا بتعمل برضو كده الحته اللي فوق دي كده اهي، لما تلاقيها واصله مش عايزه تقطعها كلها، ونقطع ايه، نقطع الحته كده، ونمسك برضو الايه، الحته اللي هي ايه مش مستحبه يعني كده ماشي. ونيجي برضو كده، هخلص بقى الكميه دي ونجيلكم. بصوا بعد ما غسلناه طبعا اتغسل بقى حلو جدا اهو ماشي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقطعه مع بعض ماشي. في الحاجه اللي زي كده اللي هي مشرشره زي بتاعه المحلات، وفي السكينه العاديه. بصي يا ستي، هنعمل برضو بدي ودي ماشي. هنمسك كده زي والدتي كده ما بتعمل ماشي. هنمسك كده وتقطعها حتت بالمنظر ده، بتخليها برضو محمله، مش تقطعيها قوي ماشي، بالمنظر ده كده كده. هنيجي بقى بصي اللي هي المشرشره، هنقطع بس الاول الحته دي كده، ونمسك كده، هنمسك بقى المشرشره دي ونقطع كده ماشي، بالمنظر ده كده. عايز تعملي بيها اعملي، مش عايزه خلاص، هي بتبقى بالمنظر ده كده زي بتاعه المحلات مشرشره ماشي، بالمنظر ده كده. في بقى بيقطعوها كده برضو ويقسموها نصين، تبقى كده زي بتاعه المحلات بالظبط. تمسكوا برضو اللي هي قطعتوها دي كده وتقسم نصين، يبقى كده. دي المشرشره، عايز تعملي بيها اعملي بيها، عايز تعملي زي التانية العاديه ديت بالسكينه اعملي، كل حاجه براحتك. هنقطع بقى ماشي ونجيلكم دلوقتي. احنا بعد ما قطعناه قلت لكم التقطيع اللي انتوا عايزينه، انا قطعته بالطريقه دي ماشي، انا بحبه بالمنظر ده كده. هنحط بقى ايه يا جماعه، هنحط عليه ايه شويه ملح. ليه بقى؟ عشان ينزل، يكون يقعد فتره معاكي ويكون مقرمش ماشي. هنحط الملح كده ونحطه بقى في مصفى، يعني انا افضيه على مصفى واحطه تحتيه دي عشان يصفي ايه الميه بتاعته. وهنقلب بقى كده ماشي. هنحطنا شويه المنظر ده كده، هنفضيه بقى في مصفى ماشي، ونسيبه شويه لمده 3 ساعات. وبعد كده في ناس بتقعد 6 ساعات ماشي، او بتعمله من بالليل للصبح. انا لا، بحبه اعمله بس ايه ساعتين كفايه قوي، واحطه بقى على المصفى يصفى. وبعد كده ايه هنغسله ونجيلكم. بس انا عايزه اشكر كل الناس يا جماعه اللي بتخش تكتب يعني تكتب لي كومنتات يعني وبتشجعني. ومعلش على تاخير الفيديوهات يا جماعه، انا ساعات بروح عند والدتي بقعد عندها يومين فما عندهاش نت، فمعلش للناس اللي انا بخش لهم ما بكتب لهمش يعني ايه، واخش لهم يعني وارد ايه الكومنتات بتاعتهم. ويا ربنا يوفق الجميع ان شاء الله ماشي. هنحطه بقى في المصفى ونقعد ايه ساعتين، وبعد كده اجيلكم ماشي. بصوا احنا قطعنا طبعا، انا عملت الليفت حطيت عليه الملح وحطيته في مصفى الصف لمده ساعتين، وبعد كده غسلته تاني تحت الحنفيه. وبعد كده جبت البنجر قطعته ايه زي قطعت كده الليفت بالظبط ماشي. في ناس بتبشره وفي ناس بتعصره في الخلاط، انا بقطعه زي الليفت بالظبط كده بالمنظر ده
هنعمل بقى دلوقتي، هنحط بقى الايه الحاجه اللي هي الميه اللي هي نحطها الايه الليفت. احنا كده حطينا الميه، هنحطها طبعا على الليفت، هنحط فيها 6 معالق ملح. ماشي، ادي كده 1 2 3 4 5 6. ماشي. هنعمل كمان ايه، هنحط كمان السكر دي ماده حافظه، وكمان هتخلي لك الليفت مقرمش. ماشي، معلقه سكر كده. هنقلب بقى كده السكر والملح. ماشي، لازم تقليب كويس قبل ما تحطيه على الليفت. ماشي يا جماعه، الحاجات دي بسيطه، لو جبتيها وعملتيها في البيت احسن ما تجيبي حاجات من بره ما تعرفيش مصدرها ايه. الحاجات بتتعمل بره بيبقى شكلها حلو وطعمها حلو جدا، بس ما تعرفيش الحاجات اللي بيحطوها. مش طبعا انت بتغسلي الحاجات اللي بتحطي فيها، بتعقميها. طبعا ما فيش حاجه زي بره اسمها تعقيم او الحاجات دي، هو طبعا بيخلص يحط غيره. فاهماني؟ فجيبي حاجات بسيطه كده واعملي في بيتك، وتبقى ايه عندك المخلات، تعملي خيار، اعملي اي حاجه كده في البيت احسن لك من بره، وانضف وارخص كمان. يعني الحبه اللي انا جايباهم دولت ب10 جنيه، مش كتير يعني. انت لو حبيتي تشتريهم من بره هتلاقي حبه قد كده ب5 جنيه. طب وانت ليه ما انت تعملي في بيتك وتوفريه؟ هي شويه ميه وشويه ملح بالمنظر ده. هنجيب طبعا انت بقى لو عايزاه حراق بقى، احنا بنحب طبعا الحاجات اللي هي الحراقه. هنحط ايه، بص انا جايبه فلفل بصي دقاه، مش فرماه في المفرمه، لا انا هدقاه بس. ماشي، بالمنظر ده. هنحط شويه خل، مش كتير، عشان بس يدي طعم. بالمنظر ده كده. عايزاكي بقى تجربي اللفت ده، ولا تشتري من بره ولا اي حاجه، الريحه والطعم ما اقولكيش. ماشي، بالمنظر ده اعمليها بس بالطريقه دي. هناخد بس شويه كده، نشوف الملح، هنحط معلقه كمان، يعني مش معلقه، نص معلقه كده، ونقلب. لازم تدوبي الاول الملح والسكر قبل ما نحط اللفت يا جماعه. خلاص كده، هنعبي بقى اللفت في طبعا انا غاسله البطرمان ومعقماه. هنحط بقى اللفت ونجيلكم. ماشي، دلوقتي هو ملاش البطرمان، ماشي، طلع البطرمان اكبر، هو جه نصه بس كده. هنزوده بقى ايه هنحط بقى الميه اللي احنا عملناها، هو المحلول ده. بصوا منظر الميه يا جماعه، بجد خرافه. شوفوا بقى لما تعمل بقى، والطعم بقى ما اقولكوش بقى على الطعم والريحه. انا لسه عملتش حاجه والريحه طالعه ايه. لازم يا جماعه بصوا تخلوها عايمه خالص، يعني تغطيه. ماشي، المنظر ده كده. احنا نطلبهم كلهم كده بقى. ماشي، بالمنظر ده. بصوا منظره بقى، ايه رايكم؟ بصوا اهو، ما شاء الله شكله يعني بو بيتكلم عن نفسه. ماشي، ندوس بس كده، وتسيبيه بقى ايه، تقفلي عليه بقى كده. بس ويقعد بقى ايه حسب ما انت بقى ايه، يقعد اسبوع، ما تفتحيش عليه لغايه ما ايه، يعني بعد اسبوع. ماشي، وشكرا.